السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كلكم بخير. يلا بينا نسمي الله ونعمل حاجة حلوة قوي وكمان مفيدة جدا ومغذية قوي وحلوة جدا في الليالي الشتوية اللي احنا فيها دي. دايما بنحتاج حاجة مسكرة كده ناكلها وتكون سريعة وسهلة، وكمان تبقى بسيطة كده في مكوناتها، وكمان تبقى مغذية لينا وتسد جوعنا. بصراحة الشتا كده زي ما بيقولوا يعني بيجوع. يلا بينا نبتدي نعمل البليلة القمر اللي انتوا شايفينها دي بطريقة سهلة جدًا، ما فيش أبسط من كده. في 5 دقايق بالضبط هتكوني عاملة الحلويات دي كلها. طبعًا طريقة التحضير بتاعتنا هتحتاج بالضبط حوالي 40 دقيقة. يلا بينا نشوف مكوناتنا ونشوف إحنا إزاي طلّعنا الحاجات الجميلة اللي تفتح النفس دي. أول حاجة هنحتاجها مع بعض يلا بينا نشوف إيه هي. هاحتاج مع بعض كده غلة البليلة، موجودة عند العطارين ومتوفّرة يعني ومعروفة. أنتِ بس قولي له عايزة الغلة بتاعة البليلة معروفة، وخلّيكِ واثقة ومتأكدة وأنتِ بتنقّيها تتنقّى كويس جدًا عشان بيبقى فيها زلط رفيّع كده وشفاف، تبقي واخدة بالِك من اللي أنتِ شِلتيه عشان ما تبقاش موجودة معانا فيها. خلاص نقيناها كويس وغسلناها كويس جدًا لحد ما المَيّة راقت زي ما أنتم شايفين كده. أنا سِبتها بس كده منقوعة 10 دقايق يا دوب بس لحد ما المَيّة اللي هانزّلها فيها تكون غليت كويس. طبعًا أهم حاجة في الخطوة دي إن أنتِ تكوني غسلتيها كويس لحد ما المَيّة راقت زي ما أنتم شايفين كده. يالّا بينا بقى كده في حلة على النار، المَيّة دي يا دوب سخنت معايا كده، نزّلت فيها الغلة بتاعتي أو البليلة بتاعتي يعني. زي ما أنتم شايفين أنا مزوّدة كمية المَيّة كتير جدًا عن البليلة، كل ده هيختفي دلوقتي. أهو زي ما أنتم شايفين ابتدت تغلي معايا، بيطلع معايا زي رغوة بسيطة كده زيها زي أي بقوليات بنسلقها. هاشيل بقى الرغوة بتاعتي دي، طبعًا في أوقات مش هيطلع معاكِ رغوة وفي أوقات تانية هيطلع. أنا بالنسبة لي كان طالع الكمية الصغيرة اللي أنتم شُفتوها دي وشِلتها وخلاص كده. يالّا هنسيبها بقى نُص ساعة كده على النار أو 20 دقيقة لحد ما تبتدي تستوي أو تدخل في سِوَى. أكون حضّرت باقي المكونات بتاعتي. المكونات بتاعتنا سهلة جدًا، هي كيلو كده من اللبن، وكمان كوباية كبيرة من السكر البودرة، وكمان جوز هند وزبيب. وطبعًا الحاجات اللي هتتحط على الوش دي اختيارِك أنتِ. وكمان الحاجة اللي هتخلّي معانا القوام بتاعها وكمان التيست بتاعها حلو أوي هو الكريم شانتيه والفانيليا. أنا هنا كده ضِفت فانيليا، وكريم شانتيه ده أنا هاخد منه بس يا دوب معلقتين على الكيلو الدقيق، على الكيلو لبن. مش هاحط الكيس كلّه طبعًا، ده يفرق من الكمية اللي أنتِ عاملاها. لو أنتِ عاملة أكتر من كده هتضيفي الكيس كلّه. أنا هنا محتاجة بس معلقتين كبار كده هيعلّوا معايا التيست وهيودّوا معايا الطعم في حتّة تانية خالص. طيب أنا هنا غليتها حوالي 20 دقيقة أو 25 دقيقة وطفيت عليها النار وسِبتها ربع ساعة، ويا دوب بقت معايا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. كده خلاص أنا بس ولّعت عليها تاني عشان تسخن معايا، خلاص كده استوت وبقت زي الفل. أنا هنا عملت إيه بقى، أنا هنا زي ما أنتم شُفتوا معايا حطيت كريم شانتيه، هاقلب بقى وهانزل بقى بالسكر. طبعًا السكر ده كمية السكر تبع التحلية اللي أنتِ بتحبيها، بتحبي أقل من كده أو بتحبي أكتر من كده، ده باختيارِك أنتِ وده ذوقِك الشخصي أنتِ. هانزل بقى كده واحدة بواحدة والسكر، وطبعًا هادوق وهاشوف الطعم كده لو عاجبني خلاص. طبعًا اللبن ده كده لسه بارد، أنا هابتدي بس إن أنا أنزّل عليه الحاجات بتاعتي المكونات بتاعتي كلّها وهاسخّنه على النار، وهنشوف بقى نكمّل بقى وصفتنا إزاي لأبسط مما يكون. طبعًا أنا حطيت الكوباية كاملة سكر. أنا هنا حطيت سكر بودرة عشان يبقى سهل بس معايا في الخطوات، لكن أنتِ تقدري تحطي السكر العادي جدًا ما فيش أي مشكلة. اللبن ده كان محتاج كمان غلوة كده. أنا هنا خدت شوية كده من البليلة بتاعتي، شايفين يعني حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين الجمال؟ تحفة مغذية جدًا ومفيدة أوي وهتنفعنا كمان في الليالي الشتوية اللي بنحتاج فيها حاجة سريعة كده نقوم نعملها في 5 دقايق ونكون حضّرنا حاجتنا. أنا هنا اللبن بتاعي كنت غليته أهو زي ما أنتم شايفين سخن جدًا، وكمان البليلة سخنة جدًا. هانزل بقى بحاجة كده يعني بجزء بسيط كده من اللبن، يدوب على قد البليلة بتاعتي اللي أنا حطيتها في البولة دي. هابتدي بقى أقلّب. طبعًا أنا تقدري تستكفي بقى بالقوام ده، وخلاص على كده هتاكلي أحلى بليلة على أصولها. طيب تعالوا بقى معايا نشوف أنا هاعمل إيه. أنا خدت نُص الكمية بصراحة، أنا باحب أدّيها غلوة ببعضها كده على النار. ممكن تكون مش غلوة يعني هي يا دوب 3 دقايق بالضبط. يعني يا دوب سخنت بس في بعضها عشان تبقى دخلت في بعضها كده وأخدت من طعم بعضها. هابتدي بقى إن أنا أحطها في البولات بتاعتي أو حتى الكاسات بتاعتِك زي ما أنتِ عايزة أو زي ما أنتِ بتحبي تقدّميها. على طول كده،
وطبعًا التزيين ده حاجة ترجع لِك أنتِ، سواء بقى جوز هند وزبيب وده الأصلي بتاعها، أو حتى كمان مكسرات، وتقدري كمان كنافة تقدري تحمّريها أو تحمّصيها حتى في الفرن بشوية سمنة بلدي كده يعني، يبقى أنتِ وديتِ البليلة في حتة غنية أكتر وأكتر. بس كده خلاص، تعالوا بقى نشوف لمّا خلّصت الكمية بتاعتي كلّها عملتها إزاي زوّقتها إزاي كمان. أنا زيّنتها بحاجات كده خاصة بالتورتة، بس بصراحة يعني كان أول مرّة أحُط عليها الحاجات بتاعة التورتة دي، وعجبتني جدًا. أنا المكونات دي باستخدمها في تزيين التورت والجاتوهات والحاجات دي. قُلت أجرّب كده أحطها على البليلة تدّي شكل معايا حلو، وبصراحة لقيت طعمها ولا أحلى. وهنا كنت خلّصت خلاص البليلة بتاعتي بطريقة سهلة جدًا وجميلة جدًا، وبصراحة مش هابطّل أعملها. جرّبيها وبإذن الله مش هتبطّلي تعمليها، وهتنفعِك جدًا لو عندِك ضيوف. وكمان تقدري إنِّك تاخدي منها وهي مسلوقة بس وتحطّي في الفريزر، وبعد كده تطلّعي منها على شوية لبن سخنين، يبقى أنتِ كده عملتِ أحلى وجبة. ممكن تنفع عشا وممكن تنفع فطار كمان، وحاجة حلوة أوي، أوي في ليالي الشتا اللي إحنا فيها دي، بنحتاج دايمًا حاجة مسكّرة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، هاستنى منكم اللايك والشير، واستنوني في فيديو جاي إن شاء الله قريب مش بعيد. يالّا بينا بقى كده على اللايك وعلى الكومنت الحلو اللي بيشجعني، ولو أنتِ أول مرّة تشوفي القناة بتاعتي دوسي اشتراك ودوسي زر الجرس، واعملي الكل عشان تشوفي كل فيديو. السلام عليكم.